ده يعتبر ايه زي ما قلنا سيلف كلوزنج. في تاج معانا تاني اسمه تاج الميتا. ميتا تمام. char set يو تي اف ماينس 8. تمام. طب الكود ده بيعمل ايه؟ ده بيخلي الموقع بتاعك او البراوزر بتاعك يأكسبت اللغة العربية، لان في متصفحات مش بتأكسبت اللغة العربية، بتظهر رموز غريبة كده. تمام. يبقى نكتب هنا كومنت to accept Arabic. تمام. وده طبعا نوع سيلف كلوزنج. تعال ناخد مثال. تعال نكتب نعمل هنا مثلا باراجراف. نكتب هنا مرحبا بكم في هذه الدورة يا أحسن ناس. تمام. تاني منفش كده. هو ايه؟ هو اكسبت اللغة العربية عادي. تمام. في متصفحات تانية اكتب هنا ايزو 8859-1. تمام. ويكون شكلها غريب كده. تمام. يعني حروف غير مفهومة. تمام. في ميتا تانية معانا بس الاتريبيوت بتاعها مختلف. نوع اسمه نيم. تمام. الفاليو بتاعها اسمه description. description. تمام. content. طيب يعني ايه description يعني وصف. تمام. يعني الوصف بتاع الموقع بتاعك. تعالى مثلا نبحث هنا، نكتب هنا مثلا جوجل. تمام. هتلاقي في كلام هنا تحت كلمة جوجل. هو الكلام ده يعتبر description، زي مثلا الديسكريبشن بتاع اليوتيوب. اما خلي ده كومنت كده. نكتب هنا مثلا ايه this is web site talk about. مثلا هل هيظهر؟ لا مش هيظهر. ليه؟ لان الكود ده متعلق بمحركات البحث اللي هي ال SEO. تمام. في ميتا تانية معانا نيم. الفاليو بتاعها كي ووردز. تمام. الكونتنت بتاعها ايه؟ طب يعني ايه كيوردز؟ يعني كلمات مفتاحية. يعني اي حد هيبحث عن الكلمات المكتوبة هنا هيظهر الموقع بتاعك في محركات البحث عن الكلمة اللي هو كتبها. يعني مثلا لو انت الموقع بتاعك بيتكلم عن لغات البرمجة، انت ممكن تكتب مثلا HTML. تمام. CSS جافا سكريبت. طب اول لما حد يبحث عن دي او دي او دي يلاقي الموقع بتاعك متصدر في محركات البحث. طب في ميتا معانا برضو ديت اللي هي ميتا نيم ايسر كونتنت. تكتب ايه؟ الاسم بتاعك. طب ديت عن المؤلف. تمام. تكتب مثلا هنا عبد الله. تمام. بتبين مؤلف الموقع اللي انت عامله. تمام. في ميتا تانية اللي هي الميتا ديت
ميتا نيم فيو بورت كونتنت ويتس بيساوي ديفايس ماينس ويتس انشيال ماينس سكيل بيساوي 1.0. تمام. طب ده بيعمل ايه؟ هقول لك انا دلوقتي عايزين نشيلها، نعمل تعليق كده، تمام، او نمسحها خالص. نعمل هنا باراجراف، نكتب لو ريم، ناخد كده الكود ده كوبي بيست بيست. تعال نعمل ريفريش. تمام. نعمل بقى انسبكت، دوس كليك يمين انسبكت او فحص. طيب تعالى نعمل ده كده كومنت، ونرجع تاني الكود اللي احنا كتبناه، نعمل ريفريش. بص اتظبط ازاي. هو الكود دوت بيخلي النص اللي انت كاتبه يتوافق مع طول وعرض الاجهزه. تمام. من غير ما تروح شمال او يمين. هنا لو شلته هتفضل ايه تعمل كده وتعمل كده، فهو الموضوع هيبقى رخم شويه. فانت بتحط الكود دوت هيظبط لك. بص عمل ايه بقى النص ايه على حسب طول وعرض الجهاز بتاعك. يعني ممكن تغير هنا مثلا تخليه في الايباد اهو. تمام. طب كده خلص الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.